أهلا بيكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة. في البداية حابب أقول إن قصتنا النهاردة من كتابة محمد عبد الرحمن شحاتة، وعايز أقول كمان إن حلقتنا النهاردة مهمة جدا لأنها من القصص الجامدة. فزي ما تعودنا نفصل نفسينا عن أي حاجة حوالينا ونجهز سماعاتنا، ويلا بينا نشوف موضوع قصتنا النهاردة بيتكلم عن إيه. يلا بينا. الشغل بالليل حاجة مش سهلة، خصوصا لما بتكون ماسك نبطشية في مستشفى زي حالاتي. غفير كل شغلانته انه يفضل صاحي وعينيه مفنجلة طول الليل، واخد باله من اللي رايح واللي جاي، لان الليل مشاكله كتير، والواحد بيكون حاطط ايده على قلبه لحد ما النهار يشقشق. وده شغلي اللي استلمته من 4 شهور. والمستشفى اللي أنا بحرسها مش كبيرة زي ما انتوا فاهمين، يدوب 4 مباني حواليهم سور وبوابتين. لكن لما اشتغلت هنا لقيت المبنى الأخير بره الخدمة، والبوابة اللي ناحيته كانت مقفولة. وفهمت بعد كده إن الحال ده هيستمر لحد ما المبنى يتجدد ويرجعوا يشغلوه تاني. بس لسبب ما أنا معرفوش تجديد المبنى وقف، ومن وقت ما اشتغلت لحد دلوقتي المبنى مقفول وضلمة ومفيش حد بيقرب منه. حتى أنا رجلي مش بتاخدني لهناك بالليل، وده لأني مستحيل أسيب البوابة لأي سبب من الأسباب. لحد ما في ليلة لقيت الدكتور فرغلي المدير بتاع المستشفى بيندى عليا من شباك مكتبه. قمت من مكاني وجريت أشوفه عايز إيه، ولما وصلت عنده لقيته بيقول لي: عم مطاوع، بقول لك ايه يا عم مطاوع، كنت محتاج منك طلب صغير والله. تحت أمرك يا دكتور، اتفضل اطلب. كنت محتاج جوز كراسي في المكتب عندي، لأن الكراسي اللي عندي بقت مكسرة، وممكن تاخد اللي عندي وتنزلها تحت. عصرت دماغي وأنا بحاول أفتكر ممكن أجيب كراسي منين، ولما لقيت إن الكراسي على القد في كل مكتب لقيتني بقول له: بس يا دكتور فرغلي كل المكاتب زي بعضها، مين اللي هيوافق آخد كراسي من مكتبه؟ وبعدين حضرتك المدير وليك كلمة في المستشفى، تقدر تكلم حد من الدكاترة تاخد منه كرسي ولا 2. وهو يعني يا عم مطاوع لو كان في كراسي متاحة كنت هطلب منك تتصرف، ما انت عارف اللي فيها. ولما حضرتك عارف إني عارف اللي فيها هتصرف منين بس يا دكتور؟ عايزك تخطف رجلك كده المبنى 4، شوف أوضة من أوض الكشف أو مكتب من المكاتب اللي هناك، اسحب منهم جوز كراسي كده وهاتهم وتعالى. كنت بسمع كلامه وعيني رايحة ناحية البوابة الخلفية، أصل مبنى 4 هناك. في الوقت ده ركزت في الضلمة اللي مالية المكان، ولقيتني بحلق في باب المبنى المفتوح اللي المكان كان ظاهر من وراه زي طوب القماش الأسود لما حد يفرده لآخره، ضلمة وسواد تحس إنه ملوش آخر. وساعتها كنت بتهتف في الكلام وأنا بقول: مبنى 4 إيه اللي أروح أجيب منه كراسي يا دكتور فرغلي؟ يعني أنت مش عارف المبنى يا عم مطاوع؟ لا عارفه طبعا، وعارف إنه خارج الخدمة. بص، الكراسي والمكاتب اللي فيها مش خارج الخدمة. وبعدين يلا يا عم مطاوع بقى، أنا ماليش بركة غيرك. مش دي الحكاية يا دكتور، الموضوع ما فيه إن المبنى ما فيهوش كهرباء،
والضلمة هناك زي ما انت شايف. وبعدين انا من ساعة ما اشتغلت في المستشفى وانا رجلي ما دخلتش جواه. لو على الضلمة خد معاك كشاف ولا حاجة، وبعدين اعمل لك همة شوية بقى، النبطشية هتخلص واحنا بنتكلم في جوز كراسي يا عم مطاوع. لقيت نفسي بقول امري لله. اخدت بعضي ورجعت الأوضة بتاعتي، اصل كنت شايل فيها كشاف لوقت عوزة، وما كنتش اعرف ان وقت العوزة ده هيكون في مبنى 4. بعد ما لقيت الكشاف اخدت بعضي ورحت على مبنى 4. ده طبعا بعد ما طلبت من علي الفراش انه يقعد مكاني على البوابة لحد ما ارجع، وقلت له هشوف حاجة هناك وراجع، اصل الامر ما يسلمش تحصل اي حاجة كده ولا كده لو مفيش حد على البوابة. فتحت الكشاف قبل ما اوصل للمبنى، اصل ما كنتش هعرف اكمل من غيره في الضلمة دي، وبرغم اني كنت عايز اخلص من المهمة دي بدري بدري، لكن لقيت خطواتي بقت بطيئة، ومجرد ما بدأت اقرب من المبنى حسيت بتقل غريب في رجلي، كأن كل رجل فيهم بتجر بلوك خرسانة. طول عمري وانا بسمع ان الاماكن الضلمة ليها رهبة، لكن اول مرة اعيش الرهبة دي، وما اقدرش ارجع بدون ما اجيب طلب الدكتور فرغلي. هيقول عليا ايه؟ مطوع خاف يدخل المبنى لان الدنيا ضلمة؟ ده حتى عيبة في حقي، وساعتها شنبي ده مش هيكون على راجل. وقفت على باب المبنى، واول حاجة عملتها هي اني نورت بالكشاف جوه المبنى، وساعتها شفت الممر كان مليان تراب، ولمحت عنكبوت نازل من السقف. ده غير اني شفت كراسي قديمة ومكاتب مركونة، بس من اول نظرة كده عرفت ان مفيش فيهم حاجة نافعة. الكراسي كانت نايمة على جنبها، اللي طايل منه رجل، واللي طايل منه رجلين، واللي ظهره مكسور، وطبعا مفيش حاجة منهم تنفع. وده هيخليني مضطر ادخل المكاتب اللي جوه عشان ادور فيها. رجلي كانت بتترعش وانا بمدها جوه المبنى، واترعشت اكتر لما لقيت ان خطواتي على البلاط صوتها عالي، اصل المكان ساكت وما فيهوش اي صوت، علشان كده صوت خطواتي كان له صدى. مشيت وانا ببص يمين وشمال، وكل ما عيني تيجي على مكتب مفتوح كنت ببص فيه، لكن بالنظر كده ما كانش حاجة فيهم نافعة. وفي وسط الممر سمعت صوت خبطة، زي ما يكون كرسي وقع من حتة عالية وخبط في الأرض. قلبي وقف، بلعت ريقي فجأة من الخوف، شرقت وروحي كانت هتطلع. ولما رجعت اخد نفسي من تاني بدأت ألف حوالين نفسي، وعلى نور الكشاف كنت بحاول أوصل لمصدر الصوت. الممر كان فاضي، حتى المكان اللي الصوت طالع منه ما كانش فيه حاجة واقعة، كان فاضي وما فيهوش غير تراب وعنكبوت. استغربت اللي حصل، ده الصوت خرم وداني ورن في كل مكان. وفجأة لقيت نفسي برفع رجلي الشمال من على الأرض وأنا بقول شش. كانت قطة سودة تجري بعرض الممر، لمحتها قبل ما تخبط في رجلي. وده كان شيء طبيعي، المبنى خارج الخدمة ومفيش حد بيدخله، وطبيعي إن يكون فيه قطط وفران وكلام من ده. لكن اللي مش طبيعي أبدا وخلى جسمي يتفصص من بعضه هو إن انتبهت لحاجة غريبة، وهي إني كنت واقف في مكان مفيش جنبه باب أوضة، لا على يميني ولا على شمالي. وساعتها اكتشفت إن القطة لما كانت بتجري بعرض الممر كانت خارجة من الحيطة واختفت في الحيطة التانية. وفي عز ما كنت واقف بلف حوالين نفسي سمعت صوت خطوات بتقرب مني، كان في حد جاي ناحيتي. بصيت ناحية الصوت ونورت بالكشاف،
وساعتها شفت الدكتور فرغلي كان جاي عليا، ولما وصل عندي قال لي: ايه يا عم مطاوع، انت هتقعد سنة على بال ما تجيب كوز كراسي؟ كان بيكلمني وانا بلف حوالين نفسي وببص في الارض زي اللي خايف يلدغه تعبان ولا عقرب. وساعتها لقيته بيكمل كلامه ويقول لي: مالك مش واقف على بعضك ليه؟ مفيش يا دكتور، بس ايه يا عم مطاوع انت؟ في قطة سودا كانت هتخبط في رجلي وهي بتجري، معرفش ظهرت منين واختفت فين، زي ما تكون دخلت في الحيطة. قطة؟ قطة ايه بس اللي هتدخل في الحيطة يا عم مطاوع؟ تلاقيك بس ما شفتش في الضلمة كويس. يلا بقى نشوف جوز كراسي، خلينا نخرج من هنا. كراسي ايه بس يا دكتور؟ مفيش حاجة هنا سليمة. هو انت دورت فين بالظبط؟ دورت في الممر ده كله، وشفت في المكاتب اللي على الجنبين، وانت جاي في طريقك كده. ما طبيعي انك ما تلاقيش حاجة هنا سليمة، لان كل الكراسي اترمت هنا بعد ما اتكسرت، وطبعا سحبوا منها الكراسي السليمة. هو انت شفت في قسم الحروق القديم ولا لسه؟ يطلع فين قسم الحروق القديم ده؟ فوق في الدور التاني. لا، انا ما طلعتش فوق، وشكلي كده مش هطلع. وايه اللي مش هيخليك تطلع؟ بعد القطة اللي اتخيلت بيها دي مش هطلع. وبعدين انا اعرف ان المستشفيات بيبقى فيها حاجات مش كويسة، خصوصا بالليل. ما بالك بقى مبنى 4 ده وحالته زي ما انت شايف. بطل كلام فاضي يا عم مطاوع، انت بتشتغل هنا من 4 شهور، في حاجة حصلت معاك؟ ان جيت للحق يا دكتور، مفيش حاجة حصلت معايا، بس مش هستنى لحد ما تحصل يعني. طب يلا بطل غلبة وانا هطلع معاك يا سيدي. مشيت معاه وطلعت على فوق. السلم كان قديم ودرجاته مكسورة، وده خلاني اطلع واحدة واحدة، لكن لقيت دكتور فرغلي سابقني ولا كأنه بيجري على النجيلة في ملعب كورة. ولما شافني متأخر عنه درجتين قال لي: ما تخف نفسك كده شوية يا عم مطاوع، السلم مكسور يا دكتور. وصلنا الدور اللي فوق، وساعتها دكتور فرغلي وقف في بداية الممر، ومن غير ما يتكلم فهمت انه منتظر ادخل اي اوضة اسحب جوز كراسي وارجع. نورت بالكشاف قدامي ومشيت، بس بعد اول خطوتين لقيت نور الكشاف بيتحول للون الاحمر. وقفت وانا مش فاهم ايه اللي حصل، بس لما ركزت شوية لقيت ان مصدر الضوء جاي من ورايا، من عند دكتور فرغلي. التفت ناحيته وانا بقول: هو انت معاك كشاف نوره احمر يا دكتور؟ حسيت ان صوتي بيرجع في زوري ورافض يخرج، لان اللي كان واقف في بداية الممر ما كانش دكتور فرغلي، دي كانت واحدة ست ولابسة لبس ممرضة. كنت بشوفها لأول مرة، ومعرفش دكتور فرغلي مشي امتى وهي جت مكانه امتى. ده انا يا دوب مشيت خطوتين في 2-3 كانت بتبص ناحيتي بصة غريبة. في اللحظة دي عيني كانت بتلف في الممر اللي لونه اتحول للأحمر بدون ما يكون فيه مصدر للضوء الأحمر أصلا. ساعتها رجعت عيني ناحيتها وقلت لها وأنا بتهتف في الكلام: انت مين يا ست انت؟ وايه اللي جابك هنا؟ والدكتور فرغلي راح فين؟ وقفت وانتظرتها ترد على سؤالي، وبعد صمت طويل منها لقيتها بتقولي: دكتور فرغلي ما دخلش هنا من سنة كاملة. إجابتها خلتني أتهز من جوايا، لأنه كان معايا هنا من ثواني بس. ده حتى هو اللي شار عليا إن أطلع قسم الحروق القديم، وهو اللي دلني على مكان، وده اللي خلاني أقول: إيه اللي بتقوليه ده؟ ده لسه كان واقف هنا من ثواني. المبنى ده مفيش حد هيدخله يا مطاوع. ليه يعني؟ لما تيجي الأوامر إنه يتجدد هيشتغل ويبقى زي الفل.
الأوامر دي عليكم انتم، إنما في عالم تاني أوامركم مش بتمشي عليا. هو اللي بيمشي أوامره على الكل، وبيعرف يقطع الإيد اللي ما فيش حد قادر يقطعها. أنا مش فاهم أي حاجة من كلامك. انت مش فاهم لأنك متعرفش حاجة، وغيرك فاهم وساكت وخايف، وفي اللي فاهم ومفيش حاجة بإيديه يعملها. بس هانت يا مطاوع، هانت. هي إيه اللي هانت؟ لازم كل واحد يدوق من الكاس اللي خلى غيره يدوق منه. هو مين ده اللي يدوق من الكاس اللي بتقول عليه؟ الدكتور فرغلي. ماله دكتور فرغلي؟ أنا ما اتعاملتش معاه كتير، بس ده شخص طيب. ضحكتها رنت في المبنى كله، صوتها كان بيهز الحيطان، ومع صوتها حسيت ان في رياح شديدة خلت العنكبوت اللي في السقف يقع فوقي، والتراب اللي في الارض يطير في كل حتة، لحد ما حسيت اني واقف جوه عاصفة ترابية، وما كنتش قادر اتنفس، وكنت شايف قدامي من التراب، بس معرفش ازاي كنت شايفها بوضوح رغم كل اللي حواليا ده. كانت بتقرب مني، وساعتها قدرت اشوف وشها بشكل تاني. كان ملفوف حوالين منه شاش ابيض، وفي بقع دم، والاجزاء اللي ظاهره من وشها كان جلدها مش موجود، زي ما يكون النار واكلاها. ده غير دراعاتها اللي كان جلدها متشال، زي الاماكن اللي ظاهره من وشها بالظبط. بدات ارجع لورا وانا مش مستوعب اللي انا شايفه. هي دي مين وليه لابسه لبس ممرضه؟ وايه اللي جابها هنا؟ وليه ظهرت بالشكل ده؟ والاهم من كل ده، هو الدكتور فرغلي راح فين؟ كويس انك بتسأل بينك وبين نفسك الأسئلة دي يا مطاوع. اللي بيسأل ما بيتوهش، وكده انت هتوصل. بس عايزاك وانت بتسأل نفسك تسأل عن نوال، اللي كان هو سبب في موتها جوه الأوضة اللي انت واقف قدامها دي، وقول له إنه قريب جدا هيزور الأوضة دي، وهتكون دي الزيارة الأخيرة. بصيت للأوضة واللي قدامي، ولقيت بابها شبه مكسور ومتواري، ومكتوب عليه حجرة حروق رقم 1. بلعت ريقي ورجعت أبص ناحيتها، بس لقيت الممر فاضي، مكانش ليها أي أثر، حتى النور الأحمر اختفى، وما كانش في غير نور الكشاف اللي في إيدي. وفي اللحظة دي لمحت القطة السوداء بتجري في أرضية الممر، وقبل ما تخبط في رجلي فزعت ورفعتها علشان تعدي من تحتها وتدخل نفس الأوضة اللي قالت عليها. المكان كان ساكت، لو رميت الإبرة على الأرض كان ممكن أسمع صوتها، بس لاحظت إن باب أوضة واحد كان بيتحرك حركة خفيفة. أخدت نفس عميق وجمدت قلبي، وقربت منه وزقيته، وبعدها ضربت نور الكشاف في الأوضة، وشفت القطة السوداء. كان حجمها أكبر من القطط اللي متعود عليها، وعينيها في نور الكشاف كانت بتبرق، وبتبصلي بصة وما قدرتش أفرق بينها وبين بصة الممرضة اللي شفتها من شوية. وقفت زي الصنم مش عارف هتصرف ازاي، بس لقيتها جريت من مكانها فجأة ودخلت وراه باب الأوضة. ولما نورت بالكشاف وراه وبصيت عليها ما لقيتش ليها أي أثر. في اللحظة دي قررت أخرج من المبنى، أخدت ديل في أسناني وجريت ناحية السلم. كنت حاسس بخطوات حواليا، ما كانتش خطوات بني آدم، الصوت زي ما يكون خربشة قطط على البلاط. ورغم كل ده ما كنتش شايف حواليا أي حاجة،
ويا روح ما بعدك روح. معرفش ازاي نزلت السلم. كل اللي اعرفه اني كنت هتكفي على وشي اكتر من مرة. ولما نزلت في الممر اللي تحت كملت جري لحد بره المبنى، وساعتها بس صوت الخطوات انتهى بمجرد ما خرجت من الباب. معرفش ازاي قطعت المسافة بين مبنى 4 والبوابة. ما حسيتش بنفسي غير وانا بترمي على الدكة جنب علي الفراش اللي كان لسه قاعد منتظرني. ولما شافني مش قادر اخد نفسي قال لي: ايه اللي عمل فيك كده يا مطاوع؟ ساعتها بصيت لهدومي، التراب كان ماليها والعنكبوت نازل على وشي. في اللحظة دي كنت ببص ناحية مكتب دكتور فرغلي ولقيته ضلمة وشباكه مقفول. بس علي الفراش رجع سألني نفس السؤال من تاني. ساعتها أخدت نفسي وجاوبته: كنت في مبنى 4. بمجرد ما قلت له كده علي وقف من مكانه زي اللي اتقهر، وبعدها قال لي: ايه اللي خلاك تروح هناك؟ ده انا كنت فاكرك رايح الحمام. كنت بشوف جوز كراسي. انت اتجننت يا مطاوع؟ كراسي ايه اللي انت رايح تشوفها هناك؟ أصل دكتور فرغلي هو اللي طلب مني، ده حتى حصلني على هناك وقال لي إني هلاقي كراسي في قسم الحروق القديم. بس ايه يا مطاوع؟ انت لما طلعت فوق حصلت حاجات غريبة. دكتور فرغلي اختفى، ولقيت هناك ممرضة اسمها نوال. قالت لي كلام غريب ما فهمتش منه حاجة، وحصل منها برضو حاجات غريبة. المبنى اللي هناك ده فيه حاجة مش مظبوطة يا علي. طيب بس اقفل بقك. ليه عاوزني اسكت؟ لان دكتور فرغلي اصلا ما جاش المستشفى النهارده. عنده حالة خطيرة في المستشفى الخاصة بتاعته، وموجود هناك علشان يتابعها. ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟ بقول اللي حاصل يا مطاوع، وهو انت شفت بنفسك اللي حصل معاك هناك. المبنى ده اتقفل نهائي من سنة، لأن حصلت فيه حالات وفاة كتير في قسم الحروق، وبدأت تظهر فيه حاجة غريبة، زي إن المريض يموت بسبب الحروق وبعدها تشوفه ماشي في القسم بالليل، أو أوضة يموت فيها حد وبرغم كده تسمع فيها صوت حد بيستغيث بالليل وهي أصلا فاضية واللي كان فيها مات. حاجات كتير يا مطاوع خلت الأقسام كلها تنقل من المبنى، وبيتحججوا إن المبنى عاوز تجديد وإن الموافقة لسه ما وصلتش، وبقالنا سنة على الحال ده مفيش حد بيقرب منه ولا هيقرب منه. وبالنسبة لنوال كانت ممرضة في قسم الحروق، وبعد ما خلصت شغلها وروحت لقيناها واصلة المستشفى في الإسعاف. البوتاجاز هب فيها وجت على قسم الحروق وماتت في نفس الليلة اللي جت فيها. استغربت كلامه وقلت له: ايه كل الحالات اللي ماتت في قسم الحروق دي؟ امال العلاج كان فين؟ كل حاجة كانت بتطلع من بره على مستشفى الدكتور فرغلي الخاصة، بيتعمل فيها عمليات تجميل بعد الحروق وحاجات تانية، ومحدش عارف يثبت عليه حاجة لأنه كان بيظبط أوراقه كويس، ولو حس إن حد ممكن يفتح بقه كان بيشيله من طريقه بأي طريقة، وهو إيده طايلة، واللي إيده طايلة مفيش إيد تطوله يا مطاوع. وأحسن حاجة إنك تحافظ على أكل عيشك زي ما أنا بعمل بالظبط، لأن قبل ما تيجي في واحد اتكلم وقال على اللي بيحصل، لكن ما كانش في إيده دليل ولا عارف يثبت حاجة، ونهايته إيه؟ شال قضية تشهير واتحكم عليه. القادر خاف منه يا مطاوع لحد ما ربنا يأذن من عنده. وبعدها سابني ورجع على شغله. فضلت قاعد وعيني على مكتب دكتور فرغلي اللي مضل. كنت بسأل نفسي هو ازاي ظهر لي وطلب مني الطلب الغريب ده؟ ولا اللي كلمني كان روح حد من اللي ماتوا؟
وغالبا روح نوال، لأن هي اللي ظهرت لي هناك. أنا كنت أسمع أمي الله يرحمها تقول إن أرواح اللي بيموتوا مقتولين أو محروقين بتظهر في شكل قطط، وبتبقى ساكنة المكان اللي ماتت فيه. ومكنتش مصدق الكلام ده لحد ما شفت بعيني. بس يا ترى هي استدرجتني هناك ليه؟ وإيه اللي خلاها النهاردة بالتحديد تقولي الكلام اللي قالته ده؟ وأنا قاعد بسأل نفسي الأسئلة دي كلها، كانت النبطشية بتاعتي خلصت. بعدها أخدت بعضي ومشيت من المستشفى. ولما رجعت تاني على نبطشيتي قعدت على الدكة وأنا بفكر في اللي حصل ليلة امبارح. معرفش ليه من بين كل ده كانت بترن في وداني جملة واحدة، لما نوال أو روحها قالت إن دكتور فرغلي هيجي مبنى 4 قريب، وبالتحديد أوضة 1 في قسم الحروق، وهتكون دي زيارته الأخيرة. قطع تفكيري صوت علي وهو بيقعد جنبي وبيمد ايده ناحيتي بكوباية شاي. ساعتها شفنا دكتور فرغلي داخل من البوابة ورايح على مكتبه. افتكرت بس إن امبارح فعلا ما شفتوش وهو داخل زي ما بشوفه كل يوم. وساعتها علي قال لي بصوت واطي: الدكتور فرغلي وصل اهو، تشوف شكله تقول طيب وغلبان، بس ياما تحت الساهي دواهي. الدنيا فيها كتير يا علي. بالك النهارده الذكرى السنوية الأولى لنوال الممرضة. هي ماتت في قسم الحروق زي النهارده من سنة بالظبط. معرفش ليه قلبي اتقبض فجأة، بس معلقتش على اللي سمعته بأي كلمة. بعدها كل واحد خلص كوباية الشاي اللي كانت معاه، وفضلت قاعد في مكاني لحد ما علي سابني وقام يشوف اللي وراه. وانا كمان قمت دخلت الأوضة علشان اقفل لمبتها اللي شغالة على الفاضي دي. ولما خرجت لمحت حد ماشي ناحية مبنى 4، وبعد ما ركزت عرفت من ظهره إن دكتور فرغلي. ندهت عليه بعلو صوتي، لكن رجليا ما طوعتنيش إن أروح وراه. وساعتها علي خرج يجري على صوتي، وبعدها خرج كام واحد يشوف إيه اللي بيحصل. وساعتها شاورت ناحية مبنى 4 وأنا بقول: دكتور فرغلي دخل مبنى 4. وبعدها كذا دكتور وكذا ممرض جابوا كشافات وجري ودخلوا المبنى وراه. فضلت واقف بره أنا وعلي، وبعد وقت طويل لقيناهم نازلين وفي 2 منهم شايلين دكتور فرغلي قصاد بعض. كان فاقد الوعي وملامح وشه كانت غريبة، عينيه مفتوحة ولسانه طالع لبره. وبعد ما أخدوه على أوضة من أوض الكشف اكتشفوا إنه مات. والغريبة إن سبب الموت طلع في شهادة الوفاة انتحار، واتقال إن خنق نفسه. والأغرب من كل ده لما عرفنا إنهم لقوه ميت في قسم الحروق، وخصوصا في حجرة رقم 1، بالظبط زي ما نوال قالت إنه هيزور مبنى 4 زيارة أخيرة. وفعلا اللي قالت عليه حصل، زي ما يكون انتقمت لنفسها ولغيرها، لأن مفيش حد بيعرف ياخد حقه من حد إيده طايلة. بس في قوانين كتير بترجع الحقوق لأصحابها، والقوانين دي ربنا اللي عملها، داين تدان. ودي ما بيفرقش معاها اللي إيده طايلة من اللي إيده مقطوعة. وفعلا كل شيء مكتوب، لأني زي ما عرفت من علي إن النهاردة الذكرى السنوية الأولى لوفاة نوال الممرضة، اليوم اللي زارت فيه مبنى 4 قسم الحروق للمرة الأخيرة، وهو نفسه كان وقت زيارة دكتور فرغلي للمبنى، وبرضه كانت الزيارة الأخيرة. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة
وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.